بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد في قناتي، يا رب يعجبكم. لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد انا بنزله. بصوا، انا قبل ما انام ده روتيني الليلي ليا في المطبخ. لازم اخش اشيك على المطبخ، لازم اشوف لو في مثلا اطباق بنشفها او معالق او اي حاجه. ابدا ان انا ارص حاجتي في المطبخ، واشوف لو في الحوض مثلا طبق كنا فيه فاكهه، طبق مثلا اتعشينا فيه او اي حاجه اغسلهم. واشوف لو البوتاجاز مثلا واقع عليه اي حاجه امسحه، بحيث ان انا لما اصحى الصبح عشان احضر فطار للاولاد اصحى كده يعني داخله المطبخ وانا مشركه، مبسوطه فرحانه. ف فلازم اخش المطبخ قبل ما انام اشيك عليه. بنام الاولاد و... وبروح داخله أنا على المطبخ، ابص بقى عليه اشوف لو في طبقين يتغسلوا، المضجات يتغسل، لو هكنس مثلا الارض او ان انا مثلا حتى انا همسحه مسحه نظيفه، واغسل الحوض بتاعنا كويس جدا، والدنيا بتبقى ايه، 100 فل و10. دخلت زي دخلت بقى المطبخ زي ما قلت لكم، ما لقيتش فيه مواعين كتير، يعني هما طبقين يا دوب اتعشينا فيهم وكلنا فيهم فاكهه وخلاص على كده. هغسلهم طبعا برضو وانضف البوتاجاز، اشوف لو الرخامه عليها حاجه امسحها، واشوف لو الارضيه مثلا محتاجه تتكنس او تتمسح امسحها، مفيش مشكله. ما دام اولادك نايمين والدنيا رايقه هتقدري تعملي اللي انت عايزاه. طبعا بغسل المواعين زي ما انتم شايفين، يعني حاجات بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه، بس الموضوع ده بيخليكي الصبح تصحي داخله المطبخ وانت راحه النفسيه كده، ايه، عندك سلام نفسي كده ومرتاحه، وحاسه ان انت يعني بصي هتبدعي النهارده في الاكل وفي الفطار وفي الغدا وفي كل حاجه. بعد الفطار برضو بعد ما خلاص بتحضري فطار بتقومي تروقي مطبخك عشان تجهزي نفسك انك تخشي تقفي في المطبخ تعملي غدا، ما يكونش في كركبه حواليكي، ما يكونش في بهدله حواليكي، ما تقوليش هستنى لبعد الغدا واروق بقى مواعين الفطار ومواعين الغدا، لا خالص. ظبطي دنيتك اول باول عشان لما تقفي في المطبخ تقفي وانتي مرتاحه. خلاص اهوت خلصت بقى المواعين، وامسك بقى الحوض كده بقى، امسكه اغسله غسله نظيفه وانشفه عشان لما اصحى الصبح اشوف كده ايه لمعان كده وراحه نفسيه، وزي ما بقول لك كده سلام نفسي. والله يا جماعه الموضوع ده بيبقى فيه سلام نفسي. لو انت بقى وصلتي لحد هنا في الفيديو حطي لايك منك حلو، واشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله، وصلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام عشان ناخد الاجر والثواب مع بعض. اهوت بغسل الحوض بقى غسله نظيفه، واروح بقى على البوتاجاز برضو اتاكد لو ما فيهوش في مثلا حاجه وقعت امسحها، ما فيهوش ونضيف خلاص. بظبط الدنيا حواليا وخلاص على كده. بقول لك الموضوع ده بيريح جدا، ده روتين ليلي لازم يوميا، نصيحه مني تعمليه يوميا. ليه؟ هترتاح. لا بس مش يوميا قوي عشان بيجي عليكي وقت بتكوني تعبانه. مش بقولك ان احنا ستات بيوت شاطرين، وان احنا ساعات ما بيجيش علينا وقت ونكسل، لا، اوقات كتير جدا بيجي علينا وقت ونكون كسلة، ونكون مش قادرين نقوم نعمل، وبيجي علينا وقت ونسيب المواعين لتاني يوم، وممكن كمان نسيب المواعين بتاعت الغدا بتاعت الفطار للغدا، وممكن نسيب بتاعت تاني يوم بتاعت بالليل وبتاعت الفطار وبتاعت الغدا اللي بالليل. فده يا جماعه بيبقى نفسيا وبيبقى تعب وارهاق. بملى طبعا برضو ازاز الميه عشان احطها في التلاجة. لو في ازاز بقى فاضيه عندك، عشان طبعا احنا في الصيف والميه الساقعه دي لابد منها، يعني بجد بحسها كده بتخش القلب بتوصل للقلب كده، الميه الساقعه دي بتريح جدا. بصوا بقى على البوتاجاز الحمد لله بتاعي نضيف ما فيهوش اي حاجه، في حاجات بسيطه كده نقط زيت وكده مطرح القلي وكده، فهمسحه بمنديل عادي جدا، مش هغسل بقى واجيب رغاوي وكده، لان البوتاجاز نضيف. اجيب كده من بكره المناديل وامسح البوتاجاز بتاعي بس كده اهو، حاجه بسيطه جدا ما فيهوش اي حاجه. فزي ما بقول لك كده ده بيكون راحه نفسيه كده، وبتخشي كده على سلام، يعني تخشي كده على سلام نفسي زي ما بقول لك. حبيت بس اعمل معاكم روتين خفيف يشجعك ويشجعني ان انا بعد كده استمر في الموضوع دوت، وما يجيش عليا وقت وان انا اكسل فيه، يعني رغم ان احنا كلنا زي ما بقول لك بيجي علينا وقت ونرهق، بيجي علينا وقت ونحس ان احنا تعبانين، نحس ان احنا مرهقين، فبنحاول ان احنا نريح. زي ما انتم شايفين المطبخ الحمد لله زي الفل. هصحى بقى تاني يوم كده اخش المطبخ بتاعي وانا حاسه بسلام نفسي.
ما تنسيش بقى تحطي لايك حلو منك وكومنت تشجعيني فيه، وتصلي على النبي في الكومنتات عشان ناخد الاجر والثواب مع بعض. ده مطبخي المتواضع، نضفناه وخلينا زي الفل عشان نصحى تاني يوم نبدع في فطارنا ونبدع في غدانا وننزل احلى الوصفات ونعمل لكم احلى الروتينات. وما تنسيش تحطي لايك وصلي على النبي في الكومنتات. افضل